عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابني، اجيب لك ايه محتاجه؟ والله يا حاج انا كنت عايز شغلي، مش محتاج حد يشتغل معاك في السوبر ماركت؟ طيب انت اشتغلت قبل كده في سوبر ماركت او عندك يعني خبرة في البيع وفي الشراء؟ إيه الصراحة لا. انا هتعلم والله على طول يا حاج، انت فهمني بس الشغل يمشي ازاي وهتلاقيني اتعلمت على طول. طيب تعالى اقف جنبي هنا واتفرج واسمع واتعلم وشوفني انا بعمل ايه وتعمل زي بالظبط. ماشي يا حاج، هتلاقيني مهلوبة. السلام عليكم يا حاج حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اموري. والله كنت محتاجة كيلو سكر. السكر بنفسه جاي ياخد سكر، عينيا الاتنين. طب عشان كلامك الحلو ده هاخد 2 كيلو مش كيلو واحد بس. شكرا يا عم حسن. الله عليك يا عم حسن. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اموري. لو سمحتي كنت عايزة كيلو عسل. العسل بنفسه جاي يشتري عسل، عينيا الاتنين. طب عشان خاطر كلامك الحلو ده حطلي 2 كيلو عسل. شكرا يا عم حسن. الله عليك يا حاج، ده انت طلعت بياع كبير قوي. لازم يبقى لسانك كويس وكلامك حلو، بالكلمة الطيبة هتكسب الزبون. يلا دورك انت بقى، الزبونة اللي جاية ولا الزبون اللي جاي انت اللي هتتصرف معاه. ما تقلقش يا حاج، عارفة عروسك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي محتاجة ايه؟ والله كنت عايزة كيلو لبن. مش معقولة الجاموسة بنفسها جاية تشتري من عندنا لبن؟ عينيا الاتنين. الله يخرب بيتك، بتقول ايه؟ كده برضه يا حاج حسن، والله العظيم ما انا جاي عندك تاني. اعمل فيك ايه؟